بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحبة الناس طيبين في مغربنا الحبيب وفي الجزائر الشقيقة قوى مكان ندوة في الوطن العربي والإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجالية العربية والمسلمة في أوروبا والعالم، الله يحفظكم ويحفظ وليدتكم من كل شر وسوء ومكروه، وإياكم إن شاء الله. لنرتب ألسنتنا بذكر الله، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين، سيدنا حبيبنا قائدنا قدوتنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله الباري جل وعلا أن تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وظروف حسنة وإياكم. كلمة دائما أوجهها لنفسي وإلى إخوتي المغاربة والجزائر. الله يجعل البركة ونقول الله ينعك الشيطان ويخزيك. راه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مشكلة العلاقات المغربية الجزائرية عرفت توترات كبيرة في كثير من الفترات من منتصف السبعينات إلى الآن، أي منذ ظهور مشكل الصحراء المغربية المفتعلة، وقبل ذلك في للأسف الشديد كانت هناك معركة أو حرب ما يسمى بحرب الرمال. لا نريد أن نضع اليد على الجرح لنعمق الجراح، وإنما لنضمد الجراح. في نهاية المطاف أخي المغربي وأخي الجزائري، نحن أمة واحدة شئنا أم أبينا، لأننا ننتمي إلى الأمة القرآنية، الأمة المحمدية، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي الضمان التي تجمعنا وتوحدنا وتقوينا، وهي التأمين على ذلك. غير ذلك سنكون في وضع محرج، في ضعف تتآكل علينا الأمم، وما يشهده للأسف عالمنا العربي والإسلامي من دسائس ومؤامرات تدمي القلب قبل العين. الآن الأمور واضحة وضوح الشمس النهار، الأمة العربية مستهدفة، ليس فرق بين المغرب والجزائر والدول، كلنا مستهدفين. وأعتقد أن قادتنا لا في المغرب يدركون هذا جيدا بالتأكيد، لكن لأسباب قد نتفهم بعضها وقد لا نتفهم بعضها. أنا أطالب كمغربي وكجزائري ثاني، لا أدعو إلى الفتنة، حاشا لله. أدعو إلى ضبط النفس والتفكير العميق، وأن نكون سندا لبلادنا ولبلداننا في السراء والضراء. لكن لابد أن تكون لنا بصيرة ودراية، أن نفهم، ما يبقاش الآن نكيل الاتهامات لبعضنا البعض، ونحتقر بعضنا البعض، ونهمش بعضنا البعض، ونضمر العداء لبعضنا البعض، ونفتح أبواب الفتنة وزرع الكراهية. هذا لا يمكن أن يكون مقبولا تحت أي ظرف وتحت أي سبب وتحت أي مبرر. الآن بالضبط واليوم قبل الغد لابد أن نتحد. فماذا ننتظر؟ أننتظر حتى يأتي الطوفان فيجرفنا؟ أننتظر حتى نكون لقمة سائغة لأعدائنا؟ بقاش العيون تتربص بالمغرب الذي حباه الله كثير من الخيرات، وهي خيرات تنتفع منها الدولة المغربية والشعب المغربي. لا نريد أن تنتهب خيراتنا. شأننا في ذلك شأن الشعب الجزائري الشقيق. الجزائر حبها الله كثير من الخيرات تنتفع بها الدولة الجزائرية والشعب الجزائري، ولا يقبل أي جزائري أن تنهب ثروات. هذا هو أخي الجزائري وأخي لننتبه، لنكون حصنا حصينا ودعما لبلادنا، بأن نتحد فنصفي الأجواء بيننا ونعيد المياه إلى مجاريها.
ليس لدينا أي خيار. أنتم ترون ما بقاش هذيك المؤامرات والدسائس السرية والهرية. الآن ماشي عاد المؤامرات تحاكى على أكثر من هذا. يقولون بملء لسانهم نريد أن نحتل هذا البلد، نريد أن نأخذ نفط هذا. لا يمكن أن نبقى نحتج أو ندين، هذا لا ينفعنا. هذه هي استراتيجيتهم. أنت ترى بأنها خاطئة، هم يقول لك لا في خطأ، نحن دولة قوية. لهذا يجب أن تكون لنا استراتيجية نعم للدفاع عن عزتنا وعن كرامتنا وعن سيادتنا وعن بلداننا وعن ثرواتنا. هل تكون بهذه الطريقة ونحن مشتتين متفرقين؟ لا. عامل الشعوب يلعب دورا مهما في مساندة دولهم. لما يكون الشعب متحدا مساندا لبلده، هذه دعامة قوية للبلد أن يصمد في وجه الدسائس والمؤامرات. نحن نتمنى الخير للمغرب ونتمناه للجزائر ونتمناه لكل الدول العربية، بل نتمناه للبشرية جمعاء. فنحن أمة السلم والسلام والإنسانية، وليس دين الطغيان والظلم أو الاستسلام بطبيعة الحال. لهذا أخي الجزائري أخي المغربي، أنا الأوان باش نقول الله ينهك الشيطان، نطويو هذيك الصفحة الماضية بسوادها بسلبياتها ونفتح صفحة جديدة لنرى مستقبلا مشرق لنا إن شاء الله، بتعاوننا المثمر، بصدقنا في القول والفعل. ليس لنا أي خيار، شأننا في ذاك شأن جميع الدول العربية والمسلمين. الآن لابد أن تكون العلاقات الثنائية بين الدول العربية والإسلامية علاقات جيدة، وهي المنطلق لإقامة علاقات بين جميع الدول الإسلامية والعربية. ولنا من الإمكانيات والأسباب التي تجعلنا أن نمضي في هذا الطريق بسلاسة. قد تعترضنا صعوبات، قد تكون هناك إكراهات، طبعا الطريق ليس مفروشا بالورود، الأعداء يزرعون لك الأشواك والعراقيل، ولكن باتحادنا وبتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وتوحدنا نستطيع أن نزيل كل العقبات لنصل الهدف المنشود، وهو أن نعيش أحرارا. لا نسمح لغيرنا وللقوة الظالمة الغاشمة أن تنتهك حرماتنا، أن تستغل وتنهب ثرواتنا. وأعتقد أن العقل المغربي عقل رائع وفطن شأنه في ذلك شأن العقل الجزائري. لنتعاون إن شاء الله ونفتح هذه الصفحة الجديدة، والله يعيننا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظنا ويحفظكم مغاربة وجزائر، ويحفظ بلدينا من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين، ويفشل كل الدسائس والمؤامرات ما ظهر منها وما بطن للمغرب ولسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وأحبتي، دمتم سالمين غانمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.